السلام عليكم، اهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا. بصوا بقى، انا اللي عارفني عارف ان انا بجرب وصفات كتيرة جدا. يعني ما بطلعش اقول لكم يا جماعة الوصفة دي من اختراعي، لا. الفكرة كلها ان انا بحب اجرب وصفات كتير جدا، فمن كتر ما بجرب وصفات كتير فبختار الحاجة او الوصفة اللي نجحت معايا، واطلع وبكل ثقة اقول لكم يا جماعة المقادير دي مظبوطة 100%. امشوا ورا المقادير دي، فاهميني؟ لان دلوقتي الحياة غالية والمقادير غالية، وبصراحة حرام لما نحط كل الحاجات دي في مقادير وتطلع في النهاية مش مظبوطة او تفشل مننا. فما بحبش ده خالص لما بطلع على حاجة او بطلع في وصفة، فبقول لكم يا جماعة المقادير دي مظبوطة جدا، فببقى بصراحة واثقة من كلامي ان انا مجرباها كتير جدا. فوصفة النهاردة بقى متجربة كتير جدا، انا بقالي يعني كام سنة، مش اللي هو مرة او اتنين او تلاتة، لا. انا بقالي فترة كبيرة جدا بجرب وصفات كتير جدا للبسبوسة، واللي فشلت واللي كانت طعمها غريب واللي كان شكلها غريب. فجربت وصفات كتيرة جدا لحد ما في النهاية اخترت الوصفة دي اكتر وصفة نجحت معايا. هطلع النهاردة بقى واقول لكم على المقادير بتاعتها. هتعمليها وانتي مغمضة، هتعملي احلى بسبوسة، احلى بكتير كمان من اللي بنشتريها جاهزة من المحلات بجد. مش هتبطلي تعمليها بعد كده، امشي بس على المقادير دي هتطلع معاكي احلى بسبوسة ممكن تاكليها من ايدك الحلوين. بنجيب حلة هنحط فيها كوباية سكر، وعليها ربع كوباية من المية، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. من غير تقليب ولا أي حاجة هنحط الحاجات دي كده على النار، وكل شوية بنجيب بس الجوانب كده بالسباتولا، الحاجات اللي بتبقى متكومة بس على الأركان بننزلها كده بالراحة بالسباتولا. بس كده. بصوا بقى، هناخد بالنا اول ما تاخد اللون الاصفر ده وتدخل بقى في ان هي تاخد لون يعني، فما ندهاش الغمقان اللي قوي، فاهمني؟ فالدرجة دي خلاص بتبقى حلوة. هنبتدي بقى ننزل عليها بكوباية الا ربع من الحليب. طبعا ناخد بالنا في الخطوة دي مفيش اطفال تكون معانا، وناخد بالنا كمان عشان ايدينا ممكن تتحرق او حاجة، فخدي بالك وانتي بتعملي الخطوة دي عشان خطر جدا. ده يعتبر برضو كراميل، فبيبقى خطر جدا يعني، فناخد بالنا ونبعد اي اطفال واحنا بنعمل الخطوة دي. تمام. بس كده، بعد كده هنزل عليهم بكوباية الا ربع من السمنة. طبعا اول ما بننزل بالحليب ابعدي ايدك تماما، ما تحاوليش تقلبي. لما تهدى شويه روحي بقى مقلباها تقلبتين كده وهتلاقيها هديت خلاص. حطي بقى كوبايه الا ربع من السمنه، هتلاقيها ساحت كده في الخليط. طبعا هو بيكون سخن جدا، فبنقلبها تقلبتين كده خلاص بتكون ساحت. بنركن بقى الخليط ده كده على جنب، وبنجيب نص كيلو من السميد اللي هو بيبقى من عند العطار، اللي هو بيبقى سايب، فاهميني؟ مش الاكياس الجاهزه بتاعه البسبوسه. الوصفه دي اللي هي اللي بتبقى بالكيلو والنص كيلو والكلام ده يعني، اللي هو السميد. كل اللي انا بعمله بس بقلب تقليبه، اللي هو بجمع المكونات مع بعض بس، فاهميني؟ ما بقعدش بقى اقلب وكده واعجن فيها، لا خالص مش بنعجن. احنا كل اللي احنا بنعمله بنديها تقليبه بس، اللي هو المكونات كلها تختلط مع بعض. واهم حاجه زي ما قلت لكم ما نستخدمش الخليط اللي احنا عملناه بتاع السكر والميه ده وهو سخن، بسيبه لحد ما يبرد تماما. بعد كده بنحط بقى السميد وبنديله تقليبه وبنفرده في الصينيه بالشكل ده. حابه بقى تحطي مكسرات مفيش مشكله، حابه تخليها ساده مفيش اي مشكله. بندخلها بقى الفرن وببتدي نجهز الشربات بتاعنا. انا هنا مضاعفه المقادير وعملت صينيتين كبار زي ما شفتوا كده. فللمقدار الواحد هنحتاج كوبايه ونص من السكر، وعليهم كوبايتين من الميه وعصره ليمون. تمام. فانا هنا مضاعفه المقدار بتاع الشربات. بس كده. لما بدخل البسبوسة الفرن بحط الشربات على النار. لما يعني هو بياخد بس ايه اللي هو غلوتين، مش بنسيبه لحد ما يبقى تقيل يعني. بدخلها بعد ما بدخلها ب5 دقايق كده ببتدي ان انا احط الشربات على النار. تمام، علشان الشربات يكون سخن وكمان البسبوسة تكون سخنة. اول ما بتطلع من الفرن ببتدي احط عليها الشربات كده زي ما شفتوا معايا، لازم يطلع البخار ده، وبغطيها باي حاجة ان انا اكتم
قدام البخار بتاع البسبوسه ده. بسيبها بقى لحد ما تبرد تماما. ما ينفعش خالص ان انا اقطعها وهي دافيه، يعني هتلاقيها اتهرت منك ومش هتطلع قطع خالص. يستحسن ان انت تسيبيها لتاني يوم، هتبقى مظبوطه معاكي اكتر. شوفوا هي شربت الشربات اللي انا حطيته لها كله. بسيب بقى شوية على الوش ده. تاني يوم مسكت نفسها وبردت وبقت زي الفل. بسيب شوية كده بس على الوش يديها لمعة، يعني أنا على طول بعمل الحركة دي، بسيب معلقتين كده بس من الشربات على الوش. تاني يوم كده بروح حطاهم للبسبوسة، بديها لمعة حلو. ببتدي بقى أقطعها بالشكل ده. شايفين بقى طالعة قطع مظبوطة ماسكة نفسها، يعني حلوة جدا. وكمان الحجم بتاعها حلو جدا. الارتفاع بتاعها كمان حلو جدا، يعني مظبوطة. المقادير دي بتبقى مظبوطة جدا. فلو البسبوسة بتعمليها بأي وصفة بقى وبتطلع معاكي مش مظبوطة، طعمها مش حلو، أو كمان ما بتطلعش قطع كده ماسكة نفسها، لا، الوصفة دي من الآخر وصفة حلوة جدا. عايزة أقول لكم أنا مجربة وصفات كتير جدا زي ما قلت لكم. أكتر وصفة نجحت معايا وماشية عليها لحد دلوقتي، ما بعملش خلاص اللي هي يعني خلاص بقيت معتمداها في كل ما اجي اعمل بسبوسه بعمل الوصفه دي. فبقت سهله جدا كمان بالنسبه لي، حلوه جدا. كل مره بتطلع احلى من المره اللي قبلها. كمان لونها جميل جدا، يعني شايفين لونها، شكلها، طعمها بجد حلوه جدا. طالعه معايا قطع مظبوطه كمان، يعني لما نحب كده اللي هو ناكلها بتبقى طريه جدا وبتدوب كمان في البق. فحلوه جدا يا جماعه، بجد لازم تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان انا جوزي طلع روحي علشان اتوصل للوصفه دي، حقيقي بجد. كل ما اعمل وصفه بسبوسه مش معقول يقول لي لا مش حلوه، لا ريحتها فيها حاجه، لا مش مظبوطه، لا ما عجبتنيش. فاللي هو بصوا اللي هو بقى انا بقيت مصره، انا هعمل بسبوسه احلى من بتاعه المحلات، يعني هعمل بسبوسه احلى من بتاعه المحلات. ففضلت بقى اجرب وصفات كتير 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 جدا يعني. اخر وصفة بقى اللي هو توصلت لها هي دي. الوصفة دي عجبتني جدا وكان بجد مبهور بيها. اللي هو كل شوية اعملي بسبوسة اعملي لنا بسبوسة. فبقت يعني اللي هو بقت سهلة جدا، بحب جدا ان انا اعملها، كل مرة بتطلع احلى من المرة اللي قبلها، حقيقي بجد. فالوصفة حلوة جدا، جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم كلمه بجد من قلبي، يعني للبنات حبايبي اللي بتبقى داخله المطبخ وخايفه والحاجه ممكن تبوظ منك. يا حبيبه قلبي ما انت كده كده هتبوظ منك. انت لازم تكوني داخله المطبخ وانت كلك ثقه ان انت هتنجحي. وهقول لك على حاجه كمان، لو حتى الوصفه طلعت مش مظبوطه قوي او باظت منك او ايا كان يعني، وحد قالك مش مظبوطه مش حلوه، عادي جدا، عادي. تقبلي الموضوع وخدي كده الموضوع بصدر رحب يعني. عادي مفيش اي مشكلة. ايه المشكلة؟ عادي، المرة الجاية هتطلع احلى، المرة الجاية هتطلع حلوة. فاهميني؟ اوعي تزعلي لما حد يقولك لا الوصفة مش حلوة. لا عادي جدا يا حبيبة قلبي، ما تزعليش وجمدي قلبك، الوصفة ان شاء الله هتطلع حلوة معاكي. جربي جرب، احنا بنجرب عادي، كلنا بنفشل في حاجات، وكلنا بنعمل يعني حاجات وبتبوظ مننا. مش هتظبطي الحاجة كده من اول مرة، لازم تجربي ولازم تفشلي علشان تنجحي بعد كده. علشان بعد كده لما تنجحي تبقي فعلا مبهورة بالنجاح ده ومبسوطة منه. انا بقول لكم يعني اللي هو عملت وصفات كتير، كل مرة يقول لي لا اصل ريحتها، لا اصل طعمها، لا اصل شكلها، فيعني اللي هو اتجننت بجد. فبقيت مصرة ان انا لا، انا هعمل بقى احلى من بتاعت بره. فاهميني؟ وفعلا يعني عملتها طلعت احلى بكتير من بتاعت بره، وبقى فعلا اللي هو يعني فخور بيا الحمد لله، وانت بعمل بسبوسة خطيرة. ف اوعي تزعلي. جربي وصفات كتير كتير كتير، وما تزعليش ابدا لما حد يقولك الوصفة دي مش حلوة او انتي عاملاها وحش او ايا كان. لا عادي، خدي الموضوع زي ما قلتلك كده ببساطة، وما تزعليش، بالعكس تبقي مصرة ان انت تعملي الحاجة احلى واحلى. وان شاء الله باذن الله هتطلع معاكي احلى بكتير من بره. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم، مع السلامة.